ايه؟ لا هو قال لك ليه؟ ده تشرفنا يعني. ده انا اسامه عبد الفتاح عبد الحميد. علي صوتك بس عشان التسجيل. اسامه عبد الفتاح عبد الحميد من المنوفيه شبوك. خريج تجاره وازعم انني شاعر. ما كنتش بقرا شعر احمد فؤاد نجم، بس في حد قريب مني جدا قال لي ده احمد فؤاد نجم قال ان انا ما قريتش الجرم التونسي، المفروض ده سيدنا ومولانا جرم التونسي. فبدات اقرا لاحمد فؤاد نجم، حبيت ان انا اقرا الرفيق في محمد جرم التونسي. بفرجك الصوت بعد اذنك. الصوت مفيش ميكروفون في امتحانات لازم لا يتقرب. انا قربت على قد ما اقدر الصراحه كده يعني، عشان ما فيش ميكروفون النهارده. الميكروفون كنا نطلبه بس احنا ما طلبناهوش الميكروفون عشان نريحكم. عايزه طعم مقفوله عشان نريحكم الميكروفون، انما طلع ان احنا كنا محتاجين ميكروفون. مش طعم مقفوله. ما هو اصل احنا كنا هننزل في قاعه مقفوله لو احنا ما الدنيا مش برد، انما لما لقينا الدنيا الجو حلو كده فقلنا لا ده هنا احسن. كي لا اطيل يعني، انا سالت الاستاذ محمد قلت له لو ما لقيتش احسان يا استاذ محمد ازعل؟ يا عم ازعل من الوقت قبل ما تلقى وما قال لي طبعا لا، قال لي طبعا لا. انا اول مره طبعا اقعد في المنتدى يعني، دايما ما كنت بقول مثلا واقف في وسط اصحابي حد مش شاعر او مش كده، فانا قاعد كل اللي قاعدين شعراء، فالعمليه بالنسبه لي تقييمه يعني. يا سيدي جميل، قول. يعني انت بدات تقرا لاحمد فؤاد نجم وما قريتش البرم التونسي؟ لا العكس. يعني انت بتقرا له كنوع من طبعا. مولانا أيوه. انا بحسب ما قراش لبيرم لا كمان. ازاي؟ لا قول بقى وعلي صوتك، خد راحتك. بقول الدم ثمنه الدم. ايه؟ الدم ثمنه الدم. الدم ثمنه الدم. ما تقوم تقف احسن. لا ده انا. طب ما تعلي صوتك شويه عشان سحلوكي يا بلادي ونكلوا بيكي. سحلوكي يا بلادي ونكلوا بيكي، وجه عليك اليوم وابنك يعريك، والحافي ببيادة من خير أراضيك يدوس على بطنك والاسم حاميك. مين اللي قال حبك يا بلادي باللحية؟ مين اللي قال حبك يا بلادي باللحية؟ ده بعيني شفت شباب بيها الجماد يحيى، لا مقصرين التوب ولا ماسكين الشطية، واهبين حياتهم مهر بس تكوني راضية. فلاحنا منك، فلاحنا منك ولحم من طينك، ورويت بدم الزرع وحصدوا تعابينك، وباعوا فيكي واشتروا وطلعوا عينك، وسلموا لصهيون رملك وبساتينك، ويجوعوا فيكي ويقولوا عارفينك، ويجهلوا فيكي ويقولوا فاهمينك، ويوكسوا فيكي ويقولوا ناصرينك. فاكرين قطعت الخلف، فاكريننا ناسيينك، ده الرمل لو يتحصي يطلع محبينك. لكن ورب الكون مهطتي تاني، لكن ورب الكون مهطتي تاني، علمنا ابويا العرض ارضي واوطاني، قولي لي ذلك كيف وانت اللي عزاني. فاكراني اغل الند او اخضه بلساني، فاكراني انسى الدم اكمنه عزاني، ده الدم تمنه الدم لو ثوره من تاني، الدم تمنه الدم لو ثوره من تاني. الله. وصلت الرجالين. قول يا عم، قول يا عم. انا بقول حاجه جميله، المشير دي كنت كتبتها في محمد محمود في الاحداث الاخرانيه، بنحاول نرجع الناس الميدان وكده. ف بعد ما غلبت فقعدت اكتب كده على الناصيه بتاعت محمد محمود، فتخيلت مره واحده المشير اسماعيل ياسين، فبقول هو بغباوته بشكله العكر وفعله المعكر، يسير ويقابل حبيبه مبارك ويقعد، ده سمع الجميل قال للأصابجي حطوا العلامة مكان النشان، وانت البعيد تزيد الغباوة وتطبخ مع الإخوان البرلمان. طب مخالي شل يابا افعال تعل، وخد مخلتك وفارق سمانك، جايز إسرائيل تقول يا عويل نظير خدمتك هناخدك معانا، تصدق وتؤمن برب اللي خلقك
وكلبش حبيبك حبيب اللي شبهك، لا تتمنى تهرب بجلدك لقبرك، وتنكر ما تنكر مفيش الا شبهك. يا راجل بكلمة تولع بلد، اهو الشعب حالف لا تشرب نكد، صوابع خفية وخطط لولبية، طب البس صوابع ولاد البلد. صحيح فين عكاشة وحشنا يا باشا، مساء البغاشة على المبدعين، سمعنا الخبر ولف البلاد وجاله حداكم ذكر بط باط، وطبعا ده منك يا زينة العباد يا ابو المبدعين. طب يسقط حكم العسكر، واللي يجرب بس يفكر انه يهين شعبنا ويكفر، عيشته هتبقى هباب على طول. جميلة. من حضنك لحضنك يما راجع من الغربة، من حضنك لحضنك يما راجع من الغربة، رامي ورا ظهري 30 سنة حرقة، صباح بلون العتمة عدى عليا كتير، وبراح بروح الكتمة وكأنه قبر كبير فيه الموات أجمعوا إن مفيش تغيير. فجأة الموات قاموا ولنفسهم لاموا، رضينا ليه بدفننا مع إننا صاحيين، وقرروا يهتفوا عايزين صباحنا صباح، وبراحنا يبقى براح، وقبل ده كله تمن اللي عدى وراح. وكأنها بذرة في الأرض مدفونة، نزل عليها المطر خضر قلوب البشر، خلى القلوب البور بالعزة مسكونة، حتى الجنين في البطن صرخ بعلو الصوت قول أنا مصري، من قال جنين مسخوط، ده مكاني في الميدان وأيام عليا تفوت، وانزل رافع راسي ولا يوم هعيش هالفوت. يا مصر يا غالية صبرك طرح أزهار، يا مصر يا مصر يا غالية صبرك طرح أزهار، لا دواب هترهبهم ولا حتى ضرب النار، ربك كده خلقهم أحرار ولاد أحرار، مش خيبة بالويبة دخلوا الميدان بحمار. ولدك صحيح اللي عطرك دمه، ولدك صحيح اللي عطرك دمه، وجهزك للزفة والعرس كان همه، وآخر كلامه كان قولوا مات الولد علشان تعيشوا، قولوا مات الولد علشان تعيشوا. الله عليك. الله عليك. الله عليك. جميل انك انت يعني ما كرهتش الموال زي كتير من شعراء المحدثين. عشان كده شغلك جميل وحامي. هو انا ليا رجاء عند الاستاذ الجميل، انا كنت كتبت حاجه زمان اسمها الصول فرج. ليه؟ الصول كتبتها كانت في ثالثه ثانوي، فانا كنت دايما بحب ان انا نفسي اقولها مع عود، فانا كنت دايما بشوف العود هو كان بيلهمني، لان انا وانا بكتب كنت بسمع عود، فنفسي ان انا اقول دي مع حضرتك. تقولها ازاي معاه؟ يعني يعمل ايه؟ يعني يعمل له خلفيه موسيقيه. خلفيه موسيقيه. خلفيه ايه؟ عزف عادي يعني حر؟ صبر